هاي، النهاردة هنتكلم في الحلقة الثالثة من سلسلة Future Simple Tense عن إمتى I will go وإمتى I am going to go. الاتنين للمستقبل بس في فرق بسيط ومهم جدا. خليكم معايا. Let's go. أول حاجة لازم نعرف إن be going to بتتكون من الفعل الأساسي و am و is و are زائد going to. زي مثال I am going to study. She is going to travel. They are going to play. ببساطة going to بنستخدمها لما نكون قررنا من قبل أو خططنا لحاجة من الأول. مثال I am going to visit my grandma this weekend. يعني أنا كنت مخطط قبل كده إن أنا أزور جدتي. كمان بنستخدم going to لما نكون شايفين علامة أو دليل إن حاجة هتحصل. مثال Look at those clouds. It's going to rain. انظر للسماء إنها سوف تمطر. يعني going to هنا معناها أكيد بناء عن دليل أو نية مسبقة. لكن will بنستخدمها لما نقرر في اللحظة أن نوعد حد. مثال I think I will have a tea. ده قرار في اللحظة. I am going to have a tea. كنت ناوي من الأول. يبقى كده باختصار will بتساوي قرار سريع أو وعد، أما going to نية مسبقة أو دليل واضح. سهلة جدا ومفيهاش أي حاجة. لو الفيديو عجبك اعمل لنا لايك وسبسكرايب وفولو وشارك الفيديو مع أصحابك عشان يستفادوا، واستناني في الحلقة الجاية عشان نكمل السلسلة. باي، see you later.